لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. والريد كاربت كان أهدى من أي سنة فاتت، لكن أكيد الفنانات استعرضوا فساتينهم اللي كان طاغي عليها اللون الأسود، وهذا كان بطلب من إدارة المهرجان بسبب وفاة محمود عبد العزيز. أنا ما كنتش فعلا مختاره اللون ده النهارده، جت رسالة من إدارة المهرجان ومن الزملاء لأن كلنا نلبسه يعني كحفلة تأبين لوداعه النهارده، لأن هو توفى بقاله 3 أيام. يعني نبعت له رسالة حب بالمعنى الأصح، أو بنحاول نوصل رسالة حب للعالم على فكرة، بما إن كمان المهرجان ده دولي. لهالسبب شفنا معظم الفساتين كانت باللون الأسود. نجلاء اختارت فستان كلاسيكي مكشوف وكملت إطلالتها بعقد من الكريستال الملون. هو براند جايباه من بره، كافالي. أما إلهام شاهين ففستانها كان مع أكمام وتداخلت فيه أقمشة التيول بالأقمشة الشفافة. أروى جودة كمان شفناها بفستان أسود بسيط مع إكسسوارات باللون الذهبي. العقد بلغاري. درة اختارت تصميم من مشترك بروجكت رانواي مهند كوجاك اللي كله تفاصيل مثل الأكمام المنفوخة وقماش الشبك. دينا الشربيني لبست تصميم من نورين فرح من الدونتيل ومكشوف عند الخصر. وأمينة خليل اختارت فستان مع أكمام واحد منها مشكوك وفتحة جانبية. صبا مبارك كمان إطلالتها كانت كلاسيكية بفستان بقصة ناعمة مشكوك بجزء الأعلى، واختارت أنه يكون شعرها على طبيعته. فابيو ماركولو هو إيطاليان ديزاينر. بعض النجمات ما كان عندهم الوقت الكافي لاختيار فساتين بلون الأسود، فشفناهم بإطلالة عادية مثل لقاء سويدان، وغيرها اختار فساتين بألوان وموديلات مختلفة مثل هنا شيحة اللي تميز فستانها بنقشات الورود ورسم لطير على الجنب الثاني من الفستان. إنجي المقدم فستانها كان زهري، أما هايدي كرم فظهرت بفستان طويل بطبعات الورود. أما نجوم الشباب فطلب منهم أنه يلبسوا ربطة عنق سوداء، والكثير منهم التزم بهالشيء. الفساتين الجريئة كان لها حصة أيضا، وأبرزها كان لإيمان بفستان قصير ملون براق. ولميس الحديدي ما قدرت إلا أنها تعلق على الموضوع خلال استضافتها لها مباشرة على الهواء. والجرأة كملت مع ناهد السباعي بفستان أبيض مع ذيل شفاف بجزء الأسفل أظهر كامل رجلها. أما أكثر 2 تحدثت عنهم الصحافة بهالمهرجان هم مريم حسن وسما المصري، اللي اختيارهم لفساتينهم حطهم بمواقف محرجة على الريد كاربت. فمريم حسن ما عرفت تتحكم بفستانها بسبب ذيله الطويل وكانت رح توقع أكثر من مرة. أما سما المصري فوقعت مش مرة بل مرتين. أغلب الآراء اجتمعت على أنه تنظيم المهرجان هالسنة كان أفضل من السنة اللي فاتت، لكن موضوع الدعوات هي أكثر نقطة سجلت الصحافة عليها ملاحظات. على العموم احنا أكيد رح يكون لنا لقاء مع ماجدة واصف ورح تجاوب على كل أسئلة الصحافة.